أنا كريم، ساكن جديد في كومباوند من اللي بيقولوا عليهم كومباوندات الأكابر، يعني فيلل وقصور وحمامات سباحة، والناس اللي فيها يا إما رجال أعمال كبار يا إما دكاترة مشهورين. لما سكنة كنت لسه بتعرف على المكان وبقعد كتير في جنينة الفيلا بتاعتنا، وهنا بدأت أسمع الاسم ده لأول مرة. كانوا السواقين والغلابة اللي شغالين في الكومباوند قاعدين بيتكلموا، واحد منهم غمز وقالك أهو عم عبده وصل، ربنا يكفينا شره. بصيت لقيت راجل كبير في السن، يمكن في أواخر الخمسينات، ظهره محني شوية من الشمس، وشه طيب وملامحه سمرة من كتر الشغل في الجناين، لابس جلابية بسيطة وشبشب وماشي يبص في الأرض. رديت باستغراب، شرة؟ ده شكله غلبان قوي. ضحك السواق وقال لي، غلبان؟ يا باشمهندس ده انت لسه جديد، ده عم عبده أخطر راجل في الكومباوند، ده الخجول بتاع النسوان. اللقب كان غريب ومتناقض، إزاي خجول وإزاي بتاع نسوان؟ فضولي خلاني أراقبه. اكتشفت إن عم عبده هو الجنايني بتاع أغلب فيلا الكومباوند، بيشتغل في صمت ملوش صوت، ولما حد يكلمه يرد على قد السؤال ووشه في الأرض. فين بقى بتاع نسوان ده؟ السر بدأ يتكشف قدامي حتة حتة. الموضوع ما كانش بالكلام ولا بالمعاكسات، سر عم عبده كان في حاجة تانية خالص. ما نختشت بمنانة. أول موقف شفته كان في فيلا سيف بيه، رجل أعمال عصبي وصوته عالي على طول. مراته منى هانم كانت ست جميلة وراقية، بس دايماً باين على وشها الحزن. في يوم سيف بيه زعقلها جامد في التليفون ونزل شغله ورزع الباب وراه. منى هانم قعدت في الجنينة بتعيط بصمت. عم عبده كان بيقلم شجر الياسمين على بعد خطوات. هو شافها بس ما تكلمش ولا حتى قرب منها، كمل شغله عادي، وقبل ما يمشي بمنتهى الهدوء قطف وردة بلدي حمرة كانت لسه متفتحة وراح حطها على الترابيزة اللي جنبها ومشي من غير ولا كلمة. شفت عينيها وهي بتبص للوردة، وابتسامة خفيفة اترسمت على وشها وسط دموعها. جوزها أهانها والجنايني صالحها بوردة. الموقف التاني كان مع دكتورة فريدة، دكتورة جامعية وعصبية، حياتها كلها شغل ومكالمات تليفون. كانت دايماً تقعد في ركن معين في الجنينة بتاعتها وهي ماسكة اللابتوب وبتزعق في التليفون. عم عبده لاحظ ده. بعد أسبوع لقيت عم عبده بيزرع في الركن ده بالذات كام شتلة نعناع وريحان. استغربت لما الدكتورة فريدة سألته بيعمل إيه، رد عليها بصوته الواطي ووشه في الأرض، أصلي سمعت إن ريحة النعناع والريحان بتهدي الأعصاب يا هانم. الست بصت له بصة طويلة، ولأول مرة أشوفها تقفل اللابتوب وتقعد شوية وهي مبتسمة وبتشم ريحة الزرع. جوزها كان دايماً يقول لها بطلي عصبية، لكن عم عبده جاب لها الحل من غير ما يتكلم. أما الحكاية الكبيرة كانت حكاية حكمة هانم. دي ست أرملة وعايشة لوحدها في أكبر قصر في الكومباوند. كانت بتقضي أغلب وقتها في الجنينة وكانت بتحب تتكلم. كانت بتقف مع عم عبده بالساعات تحكي له عن جوزها الله يرحمه، وعن كل وردة وكل شجرة هو اللي زارعها بإيده. وعم عبده كان بيسمع، مش بس بيسمع، ده كان بيخزن كل التفاصيل في دماغه. في عيد جوازها، اليوم اللي كانت بتبقى فيه حزينة أكتر يوم في السنة، صحيت حكمة هانن الصبح لقت الجنينة بتاعتها مليانة بنفس نوع الورد الأبيض النادر اللي جوزها كان بيجيبه لها كل سنة. عم عبده قعد شهور يدور على المشتل اللي بيبيع النوع ده، وجابه وزرعه بالليل عشان تبقى مفاجأة ليها الصبح. يومها حكمة هانم وقفت في وسط الجنينة بتعيط، بس المرة دي كانت دموع فرحة. الرجالة في الكومباوند كانوا شايفين كل ده، شايفين ازاي ستاتهم مبسوطين ومبتسمين بسبب الجنايني. بدل لا يسألوا نفسهم هم مقصرين في ايه، غرورهم خلاهم يختاروا أسهل تفسير: الراجل ده ساخر بتاع كلام وبيضحك على الستات. واللقب انتشر أكتر وأكتر، الفجول بتاع النسوان. الغيرة وصلت لذروتها لما سيف بيه جوز مني هانم شاف مراته بتقدم لعم عبده طبق حلويات بإيديها وهي بتشكره على شكل الجنينة. سيف بيه اتجنن، حس بالإهانة والغيرة. آني يوم لما كام واحد من صحابه رجال الأعمال اللي زيه وراحوا استنوا عم عبده وهو داخل الكومباوند الصبح، سيف بيه زعق فيه بصوت عالي قدام كل الناس: انت يا جدع انت، لما حاجتك وغور من هنا.
مش عايزين نشوف وشك في الكومباوند ده تاني. فاكرنا نايمين على ودانا ومش عارفين انت بتعمل ايه. عم عبده وقف مكانه بيرتعش، وشه جاب ألوان، وما قدرش ينطق بحرف واحد يدافع بيه عن نفسه. كان منظر يقطع القلب. لكن اللي حصل بعدها كان المفاجأة. صوت عالي جه من وراهم. كانت منى هانم نزلت من عربيتها وقالت لجوزها بصوت قوي أول مرة أسمعه منها: انت بتطرده ليه؟ عشان هو بيعمل الحاجة اللي انت عمرك ما فكرت تعملها، عشان بيعرف ازاي يفرح اللي حواليه من غير مقابل. الراجل ده أرجل منك ومن كل اللي واقفين معاك. وقبل ما سيف بيه يرد، كانت عربية الدكتورة فريدة وقفت، نزلت وقالت: عم عبده مش هيمشي من هنا. الراجل ده بيشتغل بضمير وبيحترم كل الناس، عكس ناس تانية فاكرين إن الاحترام بيتشري بالفلوس. الضربة القاضية جت لما ظهرت عربية حكمة هانم الضخمة. نزلت منها الست الكبيرة وهي ساندة على عكازها، ووقفت قدامهم وقالت بصوت كله وقار: أنا اللي مشغلة نص العمال اللي هنا. لو عم عبده مشي، اعتبروا إن الكومباوند ده مفهوش ولا جنايني ولا عامل واحد من بكرة الصبح. الراجل ده بيحترم الذكريات والمشاعر، حاجات انتوا الظاهر نسيتوا إنها موجودة أصلاً. الرجالة كلهم واقفين في حالة صدمة، مكسوفين ومحرجين قدام ستاتهم وقدام نفسهم. سيف بيه معرفش يرد ولا بكلمة، وركب عربيته ومشي. من اليوم ده اللقب اتمحى، محدش بقى يجرؤ يقول بتاع النسوان. بالعكس، عم عبده بقى ليه هيبة واحترام، والكل بقى بيعامله بحساب. وهو فضل زي ما هو، عم عبده الجنايني اللي وشه في الأرض وكلامه قليل وشغله كتير. وأنا أدركت الحقيقة: الخجول بتاع النسوان ما كانش لقب بيوصفه هو، ده كان لقب بيوصف نقص الرجالة اللي اخترعوه. سر عم عبده ما كانش في الخبث ولا في الكلام الحلو، سره كان في الاهتمام الصامت، في إنه كان بيسمع أكتر ما بيتكلم وبيفعل أكتر ما بيوعد. في زمن كتر فيه الكلام وقل فيه فعل، كان وجود راجل زي عم عبده هو أكبر دليل على إن الستات مش محتاجة كلام حلو، محتاجة اهتمام حقيقي.